آه، بخصوص اختبارات الدورة. اختبارات الدورة هتبقى على قسمين: قسم عملي وقسم نظري. القسم العملي هيبقى مطلوب من كل مدرب يعمل لي جميع ضربات المواي تاي، اللي هما الخمس أقسام: ضربات الإيد، ضربات الرجل، ضربات الكوع، ضربات الركبة، والكلينش. الخمس أقسام دول اعملهم لي بأي ترتيب، يعني ابدأ إيد أو ابدأ رجل أو ابدأ كوع، اللي أنت عايزه. المهم تعمل لي الخمس أقسام. يعني واقف أهوت تقوم عامل لي مثلا ضربات الإيد: مستقيمات، الهوك، الكوع، الأبر. طب وبعد كده تخش مثلا على الكوع: واحد، اثنين، ثلاثة، وهكذا. طيب وبعد كده تخش على الركبة، وبعد كده الرجل، وبعدين الكلينش. المهم تعملهم لي في فيديو، اللي هي الضربات دي في فيديو واحد. ده الفيديو الأول. الفيديو التاني هتعمل لي تكنيكات. تكنيك اللي هو اللي هي مجموعة ضربات ملهاش قواعد محددة. يعني مفيش حاجة اسمها لازم ألعب إيد الأول أو رجل الأول أو ركبة الأول أو كوع الأول أو كلينش الأول. اعمل أي حاجة. تخيل كده، أنت هتلاعب واحد، هتقول له خش تقول مثلا هتعمل مستقيمة، وبعدين كوع للركبة، وبعدين رجل، وبعدين كلينش. اعمل لي 3 مجموعات أو 5 مجموعات. يبقى الفيديو الأول عبارة عن جميع ضربات المواي تاي في ال5 أقسام، والفيديو الثاني عبارة عن 5 مجموعات، 5 تكنيكات للمواي تاي. مين تأليفك أنت؟ طيب ده الجزء العملي. الجزء النظري هسألك عن كل فيديو نزل على اليوتيوب فيه سؤال. طب احنا نزلنا قبل كده، عملنا كام فيديو نزل على اليوتيوب او كام محاضرة؟ هنقول مثلا، هشوف اهوت، نزل آه 1 2 3 4 5 6 7، 7 فيديوهات. وده النهاردة 8. 8 دولت، يبقى انت كده عندك 8 أسئلة. يبقى عشان تجتاز الدورة لازم هتعمل لي فيديوهين، وهتعمل لي تجاوب لي على ال8 أسئلة، كل محاضرة فيها سؤال. فأنت مطالب تسمع الفيديوهات، مطالب تعمل لي الفيديوهين: فيديو جميع الضربات اللي هو ال5 أقسام: الإيد والرجل والكوع والركبة والكلينش. الفيديو التاني بتعمل لي 5 مجموعات: أي مجموعة كوع وركبة، يعني حسب بقى عايز تعملها ضربتين أو مجموعة 3 أو 4 ضربات مع بعض، شكل زي ما أنت عايز بمزاجك. والأسئلة النظري 8 أسئلة، في كل سؤال عن محاضرة احنا اديناها ونزلناها على اليوتيوب. طيب النتيجة بتحسب ازاي؟ العملي عليه 50%، والنظري 50%. درجة النجاح لازم تجتاز 65% من النتيجة النهائية في الاختبارات. ده خلاص، ده بالنسبة. طيب بعد ما نخلص تجتاز الاختبار، بعديها خلال 24 ساعة ابعت لك الشهادة والكارنيه. دي ديجيتال. ولو انت مصري وعايز الاصل ببعته لك على البريد. لو انت خارجي بتعتمد الديجيتال كشهادة رسمية بدون اصل. في اي حد عنده سؤال فيما سبق؟ اوكي.